أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء من داخل الاستوديو للحديث حول دور اتحاد الطلاب الهام بالنسبة للطلبة كهمزة وصل فيما بين الطالب وبين كليته وبين إدارة الجامعة. لازم يكون هناك دور كبير بيقوم به اتحاد الطلاب، ده لمصلحة العملية التعليمية ولمصلحة الطلاب في الجامعة. النموذج اللي بنقدمه لحضراتكم النهارده هو نموذج في جامعة قناة السويس، اتحاد طلاب جامعة السويس. معانا عماد مؤنس أمين لجنة الثقافة باتحاد طلاب الجامعة، وهو طالب في كلية حاسبات ومعلومات. أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا كريم عبد الباري رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس كلية الطب. أهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا أميرة عادل أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية العليا وهي طالبة في كلية العلوم قسم كيمياء، علشان نأكد. أهلا بيكم معنا. اهلا بحضرتك. في البداية يعني قبل الحديث والخوض ده، كيف تمت الانتخابات في جامعة قناة السويس؟ والله هو الانتخابات السنه دي كان ليها طبيعه خاصه شويه. احنا في العادي لما بنكون رايحين في انتخابات اتحاد الجامعه بنكون عاملين حسابنا اللي احنا ممكن نقعد 5 6 ساعات. السنه دي تمت في خلال ساعه مثلا، وده كان فيه سلاسه كبيره جدا. الانتخابات كلها تمت كل المقاعد بالتزكيه ما عدا 3 مقاعد بس. كان في اللجنه الثقافيه امين مساعد اللجنه الثقافيه، واللجنه الاجتماعيه امين وامين مساعد. وده إن دل على شيء، ده بيدل على ان في ثقه كبيره في الناس اللي متواجده في المكان ده. الطلبه شايفه ان دول الاحق بتمثيلهم، دول اللي المفروض يكونوا موجودين مكانهم. انا عن نفسي دي تاني سنه ليا اكون في المكان ده، فان الطلبه تختارني تاني ده ممكن اثر فيا انا شخصيا. وانا موجود على المسرح حسيت ان الطلبه مختاراني مش مجرد تجربه، لا هم اوريدي عارفين شغلي من قبل كده، عارفين اللي انا اقدر اعمل ايه في المكان ده واللي انا احق بالمكان ده. فانا بشكرهم من المكان ده تاني. شكرتهم كتير، فدي بجد ثقه كبيره ومسؤوليه اكبر، واتمنى ان انا نكون قدها في خلال الفتره الجايه. تمام. آه اختيار اللجان والأمناء برضو بيتم ازاي؟ والله في اتحاد الطلاب هي البروسيس ليها اكتر من ستيب. بتبدا من تحت خالص من الكليات، بيبقى في تقديم لاستمارات الترشح لكل طالب. بيكون في اختيار من كل فرقه جوه كل كليه 2 ممثلين في اللجان ال7 اللي موجوده عندنا في الاتحاد. بعد كده من الاتنين دول في كل فرقه بيتم اختيار 2 ممثلين عن اللجنه على مستوى الكليه، وبالتالي بنوصل لعدد 14 طالب ممثلين للجان على مستوى الكليه. بيتم اختيار من ال14 تاني رئيس ونائب رئيس اتحاد على مستوى الكلية، وبالتالي مكانهم بيفضى في اللجنة وبيتم تصعيد 2 تانيين مكانهم. ووصلنا في الآخر لهيكل الكلية مكون من 16 طالب، رئيس ونائب رئيس اتحاد وأمين وأمين مساعد كل لجنة من اللجان ال7. بعد كده اليوم الأخير اللي هو يوم التصعيد اللي هو على مستوى الجامعة، بيكون كل طالب ماسك بوزيشن في الكلية من حقه يترشح لبوزيشن مناظر ليه على مستوى الجامعة. فبالتالي لو انا امين مثلا لجنه علميه في الكليه، من حقي اترشح لامين او امين مساعد اللجنه العلميه على مستوى الجامعه كلها. وانا عشان اكون مثلا رئيس اتحاد الجامعه كنت في الاول نائب رئيس اتحاد الكليه لمده يوم، عشان اليوم اللي بعده الأول ارشح السنة نفسي. اللي فاتت؟ لا، السنه دي. السنة دي. انا بمسك بوزيشن على مستوى الكليه الاول عشان ابقى من حقي الترشح لمستوى الجامعه. فانا كنت نائب رئيس اتحاد كليه الطب البشري السنه دي، بعدين رشحت نفسي رئيس اتحاد الجامعه والحمد لله كسبت السنه دي. جميل. كلكم دي مش أول سنة تدخلوا فيها الاتحاد، مش كده؟ لا. أكيد. مش أول سنة. قبل كده دخلت. اه طيب، أجي الأول لأميرة. أنت علوم وكيمياء وانتوا كلكم يعني كليات علمية، فبتحتاجوا مجهود كبير يعني. لكن ابتدي بالأصعب، كلية العلوم. بتلاقي وقت ازاي عشان تعملي النشاطين، نشاط المذاكرة الأساسي بالنسبة لك ونشاط الاتحاد؟ والله هو الموضوع بيكون فيه سهولة شوية حتى من الدكاترة ومن العميد وهكذا يعني. الموضوع بيكون ان لو مثلا في عندنا مشاركات خارجية او مشاركات في الجامعة او كده، ممكن يسهلوا لنا موضوع الغياب، لان موضوع الغياب عندي في الكلية مهم جدا. بس يعني ممكن يسهل موضوع الغياب. بنقدر الموضوع ننظم وقتنا في النشاط. وبعدين يعني احنا ما بنحاولش ان احنا نعمل نشاط يفيد كمان الطلبة، يعني هم عارفين الموضوع ده. فالموضوع ما بيكونش مؤثر خالص يعني. انا الحمد لله دي تالت سنة ليا ان انا اكون في الاتحاد. السنة اللي فاتت كنت نائب اتحاد كلية علوم عندي كانت الفكرة ازاي؟
والله هو هل كان في ثانوي كنت انت برضه في الاتحاد، ولا لما دخلت الجامعة فكرتي؟ لا، هو انا كنت في ابتدائي واعدادي، في يعني كنت امين الفصل وكده يعني عادي. اه. لكن كانت الفكره بصراحه اول ما دخلت الكليه وكده، اكيد ما كنتش عايزاها يعني، فكنت يعني مش حابه اي حاجه فيها. بس اول حاجه دخلتها فيه بصراحه كان لا ثاني بس، ما كنتش حابة اي حاجة فيها؟ لا، ما يعني اول اكيد ما دخلت بقى الكليه، يعني اه. داخله كليه علوم بقى اكيد. لا انا عايز اوضح من ما كنت عايزة الأول بقى اه. أكيد بقى يعني مجموع وكلية تانية وهكذا، اه. فكنت داخلة محبطة خالص. بس يعني مع الوقت أنا ما دخلتش أول سنة الاتحاد، دخلت في تاني سنة. حسيت إن أنا حابة أجرب الموضوع و... وإن أنا ممكن أقدم حاجة يعني فيه، فدخلت في الأول لجنة علمية. تمام. اللجنة علمية على مستوى الكلية بس دي كانت سنة الكورونا، فكنا بنشتغل أونلاين يعني، كنا بنشتغل من البيت وهكذا. تاني طيب سنة. اجل يا عماد، عماد انت كنت في ثانوي برضو في اتحادات هو وبتاع، ولا يعني دخلت الجامعة فكرة جت؟ هو انا معظم سنين الدراسيه من ابتدائي لحد ثانوي تقريبا كلها كنت في اتحادات، سواء اتحاد مدرسه او كنت حاولت كذا مره نطلع اتحاد محافظه. انت مدمن مسكت. بقى ده كده. اه. ولكن اول ما دخلت الجامعه كنت داخل اتحاد الجامعه بهدف معين، وهو هدف لجنه الجواله، لان انا كنت بلعب في الكشافه بره، ومثلت مثلت مصر في مشاركه الاولمبياد البارالمبيه في كوريا 2018. كنا تبع الكشافه، كنا بنروح هناك بنساعد ذوي الهمم وكده على ان هم يشاركوا في البارالمبياد بطريقه اسهل كاورجانيزيشن وكده. كشافة ده ما يعني عايزة حلقات نتكلم فيها اه يعني. بالظبط. اه. فانا اول ما دخلت كان في حاجه لجنه الجواله في الجامعه، فكنت حابب ان انا اشارك في الاتحاد كممثل للجنه الجواله، وفعلا مسكت امين لجنه الجواله في كليتي. السنه اللي بعدها قدرت الحمد لله ان انا امسك امين مساعد لجنه الجواله على مستوى الجامعه. رجعت بعد كده حسيت ان نشاط الاتحاد مش بس مقتصر على الانشطه، لا ده في لجان تانية، في حاجات تانية اهم، فحبيت ان انا ابقى نائب رئيس اتحاد الكليه. مم. والحمد لله السنة دي بعد مشاركة في منتخب العباقرة السنتين على التوالي، فحبيت ان انا اترشح بقى لامين اللجنة الثقافية، كان انا ادخل في الجزء الاداري اكتر من النشاط. طيب جميل جميل ده، بس واضح يعني بالنسبة لك انت العملية من زمان اه وهي في دماغك يعني. وظيفة ودور اتحاد الطلاب والأهداف منه إيه هي أهمها؟ والله هو اتحاد الطلاب يعتبر هو الممثل الشرعي للطلاب داخل الجامعة، وسيد الشرع ليه؟ للطلاب داخل الجامعة. مم. احنا دورنا كله هو توصيل صوت الطالب. انا مش عايز اقول لفظ اللي انا بدور على حق الطالب، لان هو حقه مكفول جوه الجامعة. هو الدور بشكل اساسي معتمد ان انا بسهل له الطريق اللي هو يوصل، بعرفه ايه البروسيس اللي يمشي فيها او الطريقة اللي هو يمشي بيها، بحيث اللي هو يوصل للحاجة اللي هو محتاجها جوه الجامعة، او الحاجة اللي الجامعة تقدر توفرها له. حتى لو الحاجة دي هي مش مثلا مش حق مكتسب والمفروض اللي هو ياخده، بس هي طالما هي في مصلحته. احنا الحمد لله عندنا إدارة الجامعة متعاونة جدا، سواء دكتور ناصر دكتور محمد عبد النعيم، ما بيتأخروش علينا في أي حاجة طالما هي في مصلحة الطالب، وهو فعلا في مقدرتهم إنها تتنفذ. ده غير برضو بقية الإدارة اللي موجودة عندنا، سواء في رعاية الشباب أستاذ عبد الله عامر، عندنا مستشارين اللجان في كل لجنة من اللجان، عضو من أعضاء هيئة التدريس بيبقى مستشار للجنة، بيساعدنا بيوفر لنا بيساعدنا بخبرته وبفكره وبتواجده في الجامعة بعلاقاته، بيذلل لنا حاجات كتير احنا ممكن بنحتاجها بعد كده. الموظفين في رعاية الشباب عندنا منسق أنشطة طلابية، كل الدايرة دي بتساعدنا اللي احنا يكون عندنا منظومة نشاط قوية جدا. ده بالنسبة لملف الأنشطة. في ملفات كتير الاتحاد بيناقشها، سواء الإدارة الطبية، المدن الجامعية، التغذية، كل ده بيلاقي دعم من الجامعة. لو الأنشطة احنا ما تدخلناش فيها، احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك الدايرة قوية، فكده كده الدايرة شغالة. لكن بقية الملفات دي وجود الاتحاد فيها بيبقى حاجة مهمة جدا، لأن الطلبة في بعض الطلبة ما عندهمش الوعي الكفاية اللي هم ازاي يوصلوا للحاجة دي. بس. تمام. كل واحد لما بيجي يترشح انتخابات بيقول أنا برنامجي كذا، بلاش برنامجي، أنا أفكاري بتقول كذا. وبيطرحها على زمايله، وبناء عليه بينتخبوه أو ما بينتخبوش. رأيك أنت إيه يا أمير؟
ايوه طبعا اكيد، كلنا قدمنا برنامج انتخابي يعني. لما مش بقولك عشان تقولي لي اكيد، انا بقولك عشان تقولي طب كان برنامجك ايه وكنت عايزه اه ايه. انا اصلا اول ما يعني لو السنه دي، فزي ما كريم قال ان احنا بالاول بنبتدي في الكليات. فاول ما دخلت في الكليه كنت عايزه لجنه علميه. كنت حاسه ان انا عايزه اقدم فيها. هي دي اخر سنه ليا اصلا في الدراسه عموما. فكنت حاسه ان انا عايزه تاخد مجراها اكتر في الجامعه كلها، بمعنى ان هي اللي بيبص على اللجنه العلميه فهي مقتصره على الكليات الطب والهندسه وحاسبات وهكذا بس. فانا يعني مشروعي السنه دي ان انا عايزه الموضوع يبقى مش مقتصر على كليات معينه بس، يبقى موضوع على مستوى الجامعه كله، وكل الكليات تعرف فعلا البحث العلمي بيتعمل ازاي، وياخدوا ورش اكتر ويفهموا اكتر الموضوع بتعمق اكتر، مش بسطحيه، مش الموضوع ان هو كسطحي بس. فده اكتر. ده كلام جميل. على فكره انا عايز اكمل على جملتك اللي قلتها لي السؤال اللي فات، وهو ان انت ما كنتيش مبسوطة لما دخلت الكلية، كنت عاملة حسابك على كلية تانية. أنا أعرف حالة من الحالات، هي أستاذة جامعية دلوقتي، ودخلت لضغوط معينة، وعملت في مجال أو تخصصت في مجال كان يعني ما بتحبش. أنا مش عايز عشان ما أعرفش أو ما يتعرفش هي مين. تميزت جدا، ولما عملت دراسات وطلعت بره مصر تميزت جدا جدا، وبالتالي الاختيار بتاع ربنا سبحانه وتعالى بيكون افضل اختيار لينا. لا هو انا الحمد لله يعني حاليا لو رجع بيا الموضوع تاني هختار الكليه اللي انا فيها بصراحه، لان يعني ما يعني حاسه ان انا ما كنتش هلاقي اختيار افضل من كده، يعني اختيار ربنا ليا، فانا مبسوطه بيها، يعني مبسوطه ومرتاحه والحمد لله. يعني ما كنتش اكيد هكون موجوده دلوقتي لو ما كنتش دخلتها يعني. طيب اجي لعماد. عماد، وانت راجل متمرس نشاط طلابي من ثانوي يعني، ايه اللي قلته لزمايلك اللي على اساسه انتخبوك واللي انت ان شاء الله ناوي تحققه؟ هو الحمد لله السنة دي عشان كنت بمارس النشاط الثقافي حوالي 3 سنين، فتقريبا أنا كنت معروف بنسبة كبيرة وسط زمايلي اللي بتوع النشاط الثقافي. اللي أنا قلته لهم يعتبر ما قلت، يعني أنا ما قلتش. أنا لما جيت أشتغل اشتغلت مع اللجنة اللي قبلي واشتغلت مع اللجنة اللي قبلي، حاولت إن أنا أبقى موجود معاهم حتى لو بصورة غير رسمية، وإن أنا أساعدهم وأديهم أفكار لأنشطة عشان ينفذوها. عشان في الأول في الآخر النشاط كله بيعود على الجامعة كلها، مش على الأمين اللجنة أو أمين مساعد اللجنة بس. فطبعا زمايلي لما لاحظوا كده ولاحظوا ان انا بقدر ان انا اساعد وكده، وحبيت ان انا اترشح السنه دي، فجيت قلت لهم طبعا ان انا حابب ان انا اترشح. ده طبعا لكل ممارسين النشاط على مستوى الجامعه. لقيت اقبال شديد وفي ناس كتير موافقه جدا، وحصلت فعلا على اللجنه تجاوب معاك. بالتزكيه. بالظبط. الناس كلها كانت طب بيجيب وقت متفقه على الموضوع. يعني انتوا كليات عايزه تذاكروا 24 ساعه في ال 24 ساعه، وفي المعامل و الى اخره، ولكن انتوا كده بتحملوا نفسكم عبء اضافي كمان، فبيجيب وقت ازاي ومنين؟ هو الموضوع لو بيبقى حضرتك حابه او مستمتع بيه، ف يعني حتى لو مضغوط فبيبقى الضغط يعني كويس، يعني بتبقى الضغط حلو، مش مضايقك، بتعرف تنظم وقتك عشان انت. لا ما كانش الدقيقه، انا بتكلم انتوا واضح ان انتوا بتعملوها بحب يعني. بالظبط، هو الموضوع فارق عشان هو بحب. فده بيستقطع وقت من وقت المذاكره، من وقت الكليه يعني كده يعني. ما هو اي حد بيبقى ليه في اليوم وقت يعتبر وقت الفراغ بتاعه. يعني المذاكرة هي الوقت الأساسي أو الشغل بتاعنا، والوقت الفراغ بتاعنا ده احنا بنستمتع بالشغل كاتحادات، وبنستمتع بالشغل في الأنشطة، فبنعتبر إن ده جزء النشاط بتاعنا، فيعتبر وقت الفراغ بتاعنا بيبقى هو وقت النشاط أو وقت الاتحاد. جميل. نقول بقى دكتور كريم بقى، يعني أنت شكلك يعني هتتخرج إن شاء الله قريب؟ لسه سنة امتياز كمان بعد السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق يعني. إن شاء الله. ناوي تتخصص إيه الأول؟ والله هو في كذا حاجة يعني حبيتها، بس ممكن نسأل إن شاء الله. إجابة غريبة يعني، أنا متهيألي كنت هتقولي كذا على طول. المهم هيكل اتحاد الطلاب، تمام. كلمنا عنه. هو زي ما أنا شرحت لحضرتك من شوية، هو كل البناء بيتم من تحت من جوه الكلية. فهو لا يعني في كام لجنة؟ عندي 7 لجان. اه اللجنة الثقافية واللجنة العلمية واللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية واللجنة الفنية ولجنة الأسر الطلابية ولجنة الجوال.
7 لجان، كل لجنة ممثلة بأمين وأمين مساعد لكل لجنة. ده على مستوى الجامعة. داخل الكلية في بنفس الهيكل، نفس عدد اللجان، بنفس الأمناء والأمناء المساعدين، بس بيكون معاهم أعضاء الفرق اللي هم الناس اللي كسبوا في اللجنة على مستوى الفرقة مش على مستوى الكلية كلها. فهيكل الاتحاد الطلابي بيكون كبير جدا، يعني جوه يعني الكلية لوحدها بيكون فيها 50 طالب، فعندنا 16 كلية 56 طالب، فعندنا 16 كلية في الجامعة، فده غير اتحاد الجامعة نفسه، فالرقم كبير جدا. كل لجنة ليها اختصاصاتها المعينة، يعني الشباب ممكن يتكلموا أكتر عن الموضوع ده، بس في لجان مثلا مش موجودين معانا، اللجنة الفنية بتهتم بحاجات كتير جدا زي الموسيقى والكورال، المسرح، الإنشاد الديني، الفنون التشكيلية، في حاجات كتير. الموضوع كل لجنة بتختص بيه. لجنة الجوال عماد كان فيها قبل كده، الكشافة شغلها معروف طبعا. اللجنة الاجتماعية والرحلات دي بتبقى عندنا جزء مهم قوي فيها اللي هو جزء التكافل. جزء التكافل ده يعني بنحاول نساعد الطلبة الغير مقتدرين، بنوفر لهم أكتر حاجة احنا نقدر نوفرها، سواء إعفاء من المصاريف الدراسية، إعفاء من مصاريف المدن، اللي نقدر نوفره بنوفره. جزء الرحلات طبعا ده ما فيهوش كلام يعني. بيكون في زيارات طبعا لأماكن أثرية. يعني طلعتوا رحلات خلال أجازة السنة مثلا؟ طبعا في الفترة الأخيرة طلع 4 أفواج لمعرض الكتاب، فدي رحلات هدف منها تثقيفي للطلبة، غير الجانب الترويحي بتاعها اللي هم طالعين يعتبروا شوية صحاب مع بعض، طالعين يتبسطوا، يقضوا وقت مع بعض، يروحوا المعرض، يشوفوا الكتب الجديدة، يشوفوا لو حد عايز يجيب حاجة. الموضوع ده أكيد بيفرق معاهم جدا، بيفرق في ثقافتهم. طلبة جامعة قناة السويس يعني مش مجرد بتروح وبتشارك بس، لا احنا كان الطلبة هناك بتعمل لقاءات تلفزيونية كمان. عندنا وعي كبير الحمد لله، ده حاجة ملموسة جوه الطلبة. يمكن عشان الموضوع مش مقتصر اللي انت بتخش النشاط وبتمشي تحضره وبتمشي، احنا بنكون حريصين اللي احنا بنشرك الطالب معانا في الجهة الإدارية شوية. بيكون عندنا متطوعين كتير داخل الجامعة، في فرق كتير بتساعدنا، فرق تنظيم كتير، كل دول هم حابين الشغل ده، وهم بيكونوا مش متضايقين اللي هم مستقطعين من وقتهم عشان يكونوا معانا. دي حاجة هم بيحبوا يعملوها. بص يا كريم، هو الجامعة بيسموها الحياة الجامعية، يعني اللي بيخش عشان يبقى طالب ياخد بكالوريوس او ليسانس ويتخرج هو ما عادش الحياة الجامعية. لكن الحياة الجامعية ليها جوانب تانية مختلفة. انا شخصيا لما كنت في الجامعة، ولما سألتك سؤال رحلات نص السنة، انا ما طلعتش رحلة الأقصر وأسوان فلغاية دلوقتي انا لا رحت لا الأقصر ولا أسوان، فافتقدت يعني مكان كان لازم اروحه يعني. وده لما يطرح في خلال الجامعة وزمالة الجامعة بيكون ليه طعم تاني أكيد. يعني واخد بالك. احنا عندنا قاعدة في الجامعة، فلازم الحياة الجامعية ديت تضفي ثراء على الطلاب، يعني مش كده برضو؟ أكيد. واحنا عندنا الحياة الجامعية احنا ما بنقولش اللي احنا انت مش داخل تتعلم وتاخد شهادة وتمشي، لا احنا بنعدك لسوق العمل بعد كده، انت في الجامعة بتكتسب مهارات حياتية كتير بتفيدك بعد كده. انا مثلا يعني كنت انا بعد ما خلصت السنة كنت مقدم طب عسكري وما حصلش نصيب. فحسيت ان انا لو كنت دخلت المكان ده كنت هفتقد الجزء ده، جزء الحياة الجامعية، وجودي في وسط زمايلي والأنشطة اللي أنا بروحها وبروح واجي. زي ما حضرتك لسه قايل من شويه، اختيار ربنا طوله دايما بيكون افضل. تمام. طيب هختتم حديثي معاكم باهم مشاكل اللي بتواجه زمايلكم الطلاب وكيفيه التغلب عليها من خلال خبرتكم السابقه ووجودكم الحالي. خلينا نقول ان احنا ممكن ما عندناش مشاكل جماعيه، هو الموضوع كله يعني مثلا الفترة الأخيرة من أهم الملفات عندنا ملف التعليم والطلاب مثلا. فالفترة الأخيرة فترة الامتحانات النتائج بيتم مراجعتها في الكنترولات ومن عميد ووكيل الكلية، وبيتم مراجعتها تاني في شؤون الطلبة المركزية، ومراجعتها من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب دكتور محمد عبد النعيم. ففي بروسيس كبيرة كده، والهدف منها إن يكون في تدقيق وتأكيد إن كل واحد واخد حقه، مفيش واحد مظلوم. الموضوع مش بيبقى ان هو مشكله بس، على قد ما هو احنا حريصين ان كل واحد ياخد حقه، ما يكونش يعني، لان ده مستقبل طالب في الاول وفي الاخر. الموضوع فالجزء ده واخد عنايه كفايه، فالحمد لله ما عندناش مشكله فيه.
وانا ما اقدرش اقول ان انا عندي مشكله جماعيه، بتكون بعض المشاكل الفرديه، طالب مثلا عنده مشكله صحيه ما، مشاكل ظروف معينه، مش قادر يكون موجود في امتحانات، مش قادر يحضر في الدراسه، فاحنا بنحاول نوفر له الاعذار المتاحه في الجامعه بحيث اللي هو ده ما ياثرش على دراسته او على تقديره او اي حاجه. فهو ده دورنا بشكل عام. جميل. الجامعة طالب، عضو هيئة تدريس باختلاف درجاتهم، إداري وموظف، والتنسيق في بين الثلاثة في الآخر ينتج عملية تعليمية أكيد. ناضجة. أكيد. نتمنى يا رب أن يكون في نطق في مستوى الفكر والأداء وإلى آخره. وأنت أشرت لجانب مهم كنت اللي عايز أتكلم معاك، لكن للأسف الوقت عدى بسرعة، وهو التجهيز لما بعد المرحلة التعليمية. ده شيء مهم جدا يعني. أكيد. فنخلينا لينا لقاء تاني بإذن الله تعالى شرف ليا للحديث طبعاً. حول الموضوع دوت. الشكر والتقدير لعماد مؤنس أمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب الجامعة، وهو طالب في كلية حاسبات ومعلومات. نسيت أسألك في سنة كام؟ فرقة رابعة. في سنة آخر سنة؟ الحمد لله. طيب بالتوفيق. ولكريم عبد الباري رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، اللي كمان فترة صغيرة نبقى نقول يا دكتور كريم كلية الطب. ان شاء الله. أهلا بيك برضو. وللأستاذة أقول برضو إن أوقات بيبقى دكاترة لما تشتغلوا في مثلا معامل شركات أدوية ولا بتاع بيقولوا دكاترة كلية علوم. لأميرة عادل أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية العليا الطالبة في كلية العلوم. شكرا ليكم، شرفتونا، ولينا لقاء تاني بإذن الله قريب نستكمل حديثنا، لأن ليكم دور كبير، ومن الواضح ان انتم يعني مثال جيد الاختيار الجيد لطلابنا يعني. شكرا، شرفتونا ونورتونا. مشاهدينا الكرام نشكركم، والى لقاء جديد ويوم جديد ان شاء الله يكون يوم خير وسعادة لكل مصر وكل المصريين.